السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبيعي جدا ان حضرتك عارف ان البنك هو السوق الرسمي للدولار، وان بقى فيه سوق قصاده اسمه السوق الموازي او السوق السوداء. لكن انك تسمع عن اتنين سوق سوداء في البلد، هو ده الامر الغير طبيعي. طبعا اول حاجة هتيجي في دماغك اول ما تسمع ان بقى في دولار ب25 جنيه دلوقتي متداول، هتقولي ده دولار مزور. هقول لحضرتك لا، هصحح لحضرتك المعلومة، هو دولار غير مزور ودولار سليم ومعتمد، او بين قوسين اسمه الدولار الابيض. يعني ايه الكلام ده؟ على بعد 48 ساعة اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 ديسمبر، الكلام كله رايح عن تثبيت لسعر الفايدة على الإيداع والإقراض. وفي قطاع تاني شايف إن لأ، إحنا لازم نرفع الفايدة 3% ويتم تحريك سعر الصرف. يا ترى قرارات المركزي هتكون إيه؟ سؤال كتير جالي من حضراتكم. طبعا لو البنك المركزي المصري بقى فيه الدولار بسعر 38 او 39 او 40، السوق السوداء وقتها هتبقى ب60 وب65. هجاوب حضرتك على السؤال ده إجابة قاطعة. أهم سؤال أنا شايفه دلوقتي، هل في أمل إن إحنا في آخر 10 أيام في ديسمبر ممكن نشتري ذهب بسعر كويس ولا لأ؟ واهم سؤال تاني شايفه بالنسبة لحضراتكم، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه. ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب يتواصل معايا بشكل شخصي، هسيب لحضرتك جروب التليجرام والواتساب، هسيب اللينكات بتاعتهم في التعليقات تحت لو حضرتك حابب تتواصل معايا، وبيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خلي بالك بقى ان بقى في سوق مصغرة دلوقتي من السوق السوداء بيتباع فيها الدولار ب25 جنيه. ومبدئيا كده الدولار ده مش مزور، لا ده صحيح. بس فكرته جت منين؟ في الأوقات السابقة بتاعت الحروب اللي فاتت على مدار السنين كان بيبقى في دولارات بيتم تهريبها لدول بعينها. الدول دي كانت على رأسهم لبنان والعراق وليبيا. الدول دي كانت بيتهرب لها الدولار دوت عشان بتستخدم في تهريب السلاح. ووقتها قرر الفيدرالي الامريكي بتجميد الدولارات دي بالسيريال نمبر بتاعتها، وقال كده بالحرف انها لو دخلت امريكا هتتصادر ومش هيعترف بيها. وطبعا احنا للاسف علشان عندنا ازمة في الدولار مفتعلة، مش ازمة قايمة على الواقع، دلوقتي فعلا دخل الدولار ده مصر، وبقى ما بين قوسين بقى في حاجة اسمها غسيل اموال او غسيل دولار. علشان كده تسمع في الاوقات اللي فاتت انه ما كانش ينفع ان في ناس تسلم دولارات جوه البنك لانها كانت مترقمة. اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس 21 ديسمبر، يا ترى القرارات هتكون ايه؟ قالت الأستاذة سحر الضماطي الخبيرة الاقتصادية إنها شايفة وبتتوقع إن البنك المركزي هيثبت الفايدة، وكان اعتمادها ده على إن التضخم انخفض. وكمان شركة الأوراق المالية HC توقعت هي كمان إن برضو البنك المركزي هيثبت الفايدة، وبرضو كان اعتمادها على إن التضخم انخفض. ولكن في بنوك عالمية كان ليها عكس الكلام ده، زي بنك مورجان ستانلي اللي قال انه هيتم تحريك سعر الصرف ل39 جنيه وهيتم رفع الفايدة 3%. وكمان بنك HSBC اللي قال هو كمان انه متوقع ان سعر الصرف يتحرك من 40 ل 45 جنيه، وكان قبل كده قال انه هيتحرك من 35 ل 40. طبعا كل دي توقعات، لكن يا ترى هيكون نتيجة اجتماع البنك المركزي ده ايه؟ خلينا نشوف يوم الخميس اللي جاي. السؤال المهم اللي جالي الفترة دي من كتير من حضراتكم، هو ان لو تم التعويم او تم تحريك سعر الصرف ل 38 او ل 39، السوق السوداء هتبقى ب 60 وب 65 وكده الذهب مش هينخفض. اولا خلينا اتفق مع حضرتك ان مفيش تعويم او تحريك لسعر الصرف من غير ما نوفر سيولة دولارية. ركز بقى معايا وارجع معايا شوية لورا لشهر مارس بالتحديد. طبعا حضرتك كنت محتاج ان انت تعوم وما كانش عندك سيولة دولارية، فعرضت 32 شركة كانت اللي هي الطروحات الحكومية، وفعلا الطروحات دي جابت لك مليار و900
مليون دولار. وكان وقتها قالت صندوق النقد لو احنا النهاردة حصلنا على 2 مليار نقدر نعوم، لا ده احنا كمان حصلنا على 2.5 مليار دولار وما تمش التعويم. ليه ما تمش التعويم؟ لان حضرتك كنت محتاج 5.5 مليار دولار عشان تقدر تخرج البضاعة من المينا. لو كنت عومت وكان معاك المليار 900 او ال2 مليار دولار كنك برضو ولا كأنك عملت حاجة. فدي حاجة كويسة ان احنا معاومناش في 3 ومعاومناش في شهر 9 اللي فات. علشان حضرتك تحرك سعر الصرف ويوصل معاك ل39 جنيه لازم أن يكون معاك حصيلة دولارية تغطي التزاماتك. وهنا سؤال حضرتك كمستثمر، لما البنك يوفر لك الحصيلة الدولارية بتاعتك وتروح تاخد منه دولار، ايه اللي هيخليك تروح ناحية السوق السوداء؟ مفيش الكلام ده. حضرتك طالما توفر في البنك حضرتك هتاخد من البنك على 39. اذا هنا السوق السوداء هتختفي تماما. طيب ايه اللي يخلي السوق السوداء تظهر تاني؟ طيب لو حضرتك النهاردة كمستثمر وعلى سبيل المثال رايح تاخد من البنك 500 ألف دولار، والبنك قال لك لا والله انا مش هقدر اديك، ولكن ده بعد فترة مش دلوقتي. يعني انا دلوقتي عومت وقعدت شهر واتنين، لقيت ان انا وانا رايح للبنك عشان اخد ال 500 الف دولار البنك بيقول لي مش هقدر اوفر لك غير 200 الف دولار بس. هنا حضرتك هتخلق السوق السوداء تاني علشان تكمل ال 500 الف، فهتجيب ال 300 الف من بره. فيبدأ هنا يظهر السوق السوداء تاني ولو على شكل قروش، الفرق بينها وبين البنك قروش، لحد مع الوقت توصل ل1 جنيه و2 جنيه وتبدأ تظهر تدريجيا. لكن السوق السوداء مش هتظهر وهتبقى بالوحشية اللي احنا شايفينها والشراسة اللي احنا شايفينها دلوقتي مع التعويم او مع تحريك سعر الصرف. لا، السوق السوداء هتهدى شوية، ان ما كانتش هتختفي تماما لبضع اسابيع لبضع شهور. ده اللي يحدده البنك المركزي المصري على حسب السيولة الدولارية اللي هتضخ فيه. لو انت معاك سيولة دولارية تكفيك سنة هتلاقي السوق السوداء دي على لمدة 6-7 شهور اختفت، اللهم إلا كانت قروش ما بينها وما بين البنك. لكن غير كده السوق السوداء هتهدى شوية، مش أول ما يتم تحريك سعر الصرف ل 39 تلاقي السوق السوداء رفعت. الكلام ده غير صحيح. هل في أمل إن احنا ممكن نشتري في آخر 10 أيام من ديسمبر والسعر ينخفض ولا لأ؟ ارجع معايا كده بالتاريخ سنة لورا. آخر اجتماع للبنك المركزي المصري في 2022 كان يوم 22 ديسمبر 2022. الاجتماع ده تم فيه ان البنك المركزي خد خطوة انه يرفع 3% على الإيداع والإقراض، وكان وقتها دولار الموازي ب 38 جنيه. من يوم 22 ديسمبر لحد 28 ديسمبر، يوم 28 ديسمبر كان دولار الموازي كان ب 28 جنيه. ركز كده وارجع للتاريخ، والتعويم حصل هو والشهادة الكبيرة يوم 4 يناير. الكلام ده كان بالتاريخ، الكلام ده انا مش جايبه من عندي. هل فعلا ممكن نشوف نفس السيناريو تاني ولا لا؟ الله اعلم، ولكن خلينا نشوف الدنيا هتودينا لحد فين. بس كلامي هنا انه لازم الدولة تاخد قرار. ما ينفعش نكمل او ينفعش ان احنا السوق ينزل مرة واحدة من غير ما يتم قرار من الحكومة، قرار قاطع وقولا واحدا. لازم يا اما احرك سعر الصرف يا اما ادخل تدفقات نقدية على السعر الحالي للدولار. هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ قولا واحدا، وده رأيي الشخصي، انا شايف ان ده قمة تاريخية للذهب احنا واقفين عندها دلوقتي. انا معاك ان من اول 4 يناير ممكن نشوف منعطفات تانية وممكن نشوف ارتفاعات تدريجية، ولكن مش هسبق الاحداث واقول لك ان الوقت ده هيكون مضاربات. لا، انا هستنى معاك لحد يوم الخميس ونشوف اجتماع المركزي هيودينا لحد فين، وهنشوف اخر خميس في الشهر هل ممكن نشوف حاجة استثنائية من البنك المركزي برضو ولا لا، عشان خاطر الشهادات اللي هتتفك. ومن هنا لحد اخر الشهر ما اقدرش ان انا اقرر الا لما اشوف نتيجة قرارات المركزي هتكون ايه. غير كده قولا واحدا انا شايف ان الوقت الحالي مش مناسب للشراء على الاطلاق. الوقت الوحيد اللي انا قلت انه هيكون مناسب للشراء لما نزل من شهرين فاتوا ل 2150، قلت لحضراتكم اشتروا ولو بجزء على السعر ده. لكن حاليا لا، انا شايف ان الوقت الحالي مش مناسب
للشراء. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في التعليقات وهرد عليك. سلام.